شبح الهدم يلاحق المقدسيين يوميا في القدس المحتلة، فالصباحات في القدس تكون ممزوجة بصوت أسنان الجرافات الصهيونية ودهشة أصحاب البيوت في حال نفذ الهدم الاحتلال. لكن الفاجعة أن المقدسيين يقومون بتنفيذ الهدم ذاتيا خوفا من تكلفة الهدم بجرافات الاحتلال، والتي عادة ما تكون باهظة الثمن. وهذا ما حصل تحديدا مع المواطن عماد جابر من بيت حنينة بالقدس المحتلة. صار لي 10 سنين أنا وياهم محاكم. اجتني اول مخالفه 45,000 شيكل دفعتها. بعديها بفتره اجتني كمان مخالفه، بعد ما خلصت المخالفه الاولى اجتني كمان مخالفه ب 22,000 شيكل، برضه كمان دفعت هالمخالفه. حاولت اقدم للرخصه، كانت مماطله بمماطله، رفضوا بالاخر يعطوني رخصه هون للبنايه اللي انا ساكن فيها. يعني عشانها يمكن قريبه للمستوطنات اللي شايفتيها انت وراي، مستوطنه مسجات زئيب وريخه شعفاط. رفضوا، اعطوني امر هدم، قالوا لي معك لحد اليوم انه اهد البيت، يا بهده بايدي يا اما هم بهدوا البيت وانا بدفع تكاليف الهدم. فاضطريت اهد البيت بايدي عشان ما ادفعش تكاليف الهدم. تكاليف الهدم بتكلف من 70 ل 80 الف شيكل. تخيلت اهدم بيتي بايدي، يعني كنت اشوف على التلفزيون بهدوا بيوت الناس وبيوت المواطنين، يعني اول عادي الله يعينهم يعني، بس صدقيني ما بحس بالوجع الا غير اللي بجربه. يعني شعور صعب والله كثير يعني. وانا متجوز واب ل4 اطفال، يعني اكبر طفل عندي 12 سنه واصغر طفل 6 سنوات. انا من اسره بتتكون من 6 افراد، يعني انا وزوجتي واولادي. وانا عارف حسبي الله ونعم الوكيل شو بدنا نسوي. وعلى بعد أمتار قليلة جدا تكرر المشهد مع المواطن رامي علون الذي يعد عم الشهيد فادي علون، والذي هدم بيته بيديه بعد ملاحقته من قبل قوات الاحتلال لمدة عام ونصف. دمار داخلي كتير، كسر القلب، وبالذات لما بتشوفي انك انت بتهدي في بيتك. لسه لو بتشوفيهم هم انهم بيهدوا اهون انك انت بتهدي في بيتك. اللي كان حوا اولادك، زوجتك، الحمد لله. وفي شيء، هذا الامر الواقع يعني. رضيت ما رضيت بدي اهد. الملفت أن المقدسي لا يستسلم لأوامر الهدم الصهيونية، بل يعاود البناء من جديد. وهذا ما حصل تماما مع المواطن أمين الشويكي الذي يعاود بناء منزله الآن بعد هدمه قبل 3 سنوات بجرافات الاحتلال. بال 2004 سكنتها، بال 2006 12 سنة اللي ساكنها. اجوا اتفقوا مع المحامي واتفقوا، المهم سووا مكيده، هدموا لي انا وحدي من كل المنطقه، يعني في حوالي 17 دار مبنيه بدون ترخيص، بس انا عشان عندي معتقل سابق تهم امنيه بيعتبروني نشيط في حماس، على هذا الاساس اجوا بمكيده هدموا البيت. اجوا الساعه 4 الصبح، طلعوا الاولاد نايمين بالليل، اغراضهم، الجامعات، غرفهم كله هدوه. اعطونا 20 دقيقة بس نطلع من الدار. اليوم احنا قدمنا لرخصة بعد ما هدموا، صادقوا على المشروع بعد 30 يوم من هدم البيت. ومن إلي 3 سنين بقدم كل الأوراق المطلوبة، لما طلعت لنا رخصة الأسبوع الماضي. هي احنا بنبلش نزيل الهدم على أساس نبني جديد. يحول الاحتلال أبسط حقوق المقدسيين إلى أحلام وأمنيات، ويجعلها في قائمة المستحيل. وخير مثال على ذلك هو حلم امتلاك البيت في القدس. بات من الحلم أن تمتلك بيتاً في القدس، وحتى لو امتلكته فإنك ستضطر يوماً إلى هدمه بيديك كما يحصل الآن. حقيقة مرة وخيالية، لكنها باتت كابوساً مزعجاً يلاحق المقدسيين عنوة وإجبارا. لمؤسسة إيليا الإعلامية، لما غوشة.